دارفور حكاية تروى بدمع القلب وكنز منسي في خارطة الحنين. في كل ذرة تراب في دارفور هناك أغنية لم تكتمل، وطفل حلم بأن يطير ثم نام على رصيف الحرب. دارفور ليست مجرد إقليم في غربي السودان، إنها الوطن حين يشتد بي الحنين، وهي القصيدة التي نسجت من رائحة البن وزغاريد الأمهات وصوت الطبل عند المساء. على امتداد الرمال الذهبية وسلاسل الجبال الصامتة تختبئ آلاف الحكايات، بعضها مكتوب بالدم وبعضها الآخر محفور في ضحكات الأطفال حين كانوا يركضون حفاة خلف الطيور قبل أن يأتي زمن التيه. وطن في الذاكرة وجرح في القلب. ذاك الطفل الذي كان يذهب إلى الخلوة تحت ظل شجرة الحراز، أين هو الآن؟ وتلك العجوز التي كانت تبيع الكسر والويكة بجانب السوق الكبير، هل ما زالت تتنفس رائحة الوطن؟ دارفور التي كانت بالأمس أرض السلاطين والتعايش السلمي أصبحت اليوم عنوانا لأسئلة كثيرة. كيف يتحول الحب إلى نزعات وتنازع وبغض وكراهية؟ ولماذا؟